مين يعمل التكميم الصمامي؟ الكارديو سليف أو التكميم الصمامي هو مناسب لمريض سمنة مفرطة وبيعاني من أعراض حموضة وارتجاع في المريء. لو حضرتك أو حضرتك عندك مشاكل ارتجاع وحموضة، بتعاني من ألم دايما في المعدة أو صعود سائل المعدة إلى المريء، وعندك مشاكل وحياتك صعبة، كان الاختيار الوحيد قدامنا إن احنا نعمل عملية تحويل مسار كلاسيكي أو مصغر. ولأن عملية تحويل المسار غير مناسبة لكتير من الناس، لو سن صغير ممنوع نعمل تحويل مسار كلاسيكي أو مصغر. لو سن كبير فوق 60 سنة، تحويل المسار هيكون صعب جدا جدا وممكن يعمل مشاكل بسبب نقص الفيتامينات والمعادن، والمريض ممكن ما يتحملش قوة العملية. وكمان تحويل المسار غير مناسب للأوزان اللي مش كبيرة. يعني لو عندنا بنت وزنها 100 كيلو وطولها 155 سنتي، عندها حوالي 40 كيلو زيادة، وقتها اختيار تحويل المسار في حال وجود ارتجاع في المريء مش هيكون أنسب حل. عشان كده وقتها بنقرر ونختار عملية التكميم الصمامي، ننزل الوزن الزيادة ونعالج الحموضة وارتجاع المريء. وبكده عرفنا إن عملية التكميم الصمامي مناسبة لمرضى السمنة اللي بيعانوا من ارتجاع المريء ومش حابب يعمل تحويل مسار، أو غير مناسب ليه عملية تحويل المسار.